الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وأزواجه وذريته وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ثم أما بعد. معاشر الأحبة، مع لقاء متجدد بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم سأتحدث عن موضوع أرى من الضروري ومن الضرورة بمكان أنه نفتح هذا الموضوع مع جميع المسلمين، وأرجو أن تعيرني سمعك وذهنك هذه الدقائق الموجزات. موضوع جدا مهم. الآن الموسم موسم خير، رمضان، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع، لكن ينبغي أن يعلم الجميع أنه أحوال الناس تختلف مع رمضان. بعبارة أبسط، مو كل من صام في رمضان خلاص يعني أخذ الجوائز والأعطيات من رمضان. الناس يتفاوتون، والذي ينظر بعين التدقيق والتحقيق إلى المجتمع اليوم يجد الناس تقريبا لهم 3 أقسام أساسية مع شهر رمضان. فأنت اليوم اسمع كلامي وشوف تنزل اسمك مع يا خانة، بأي خانة تجد اسمك. القسم الأول يعني صاموا، نعم، أمسكوا عن الطعام وعن الشراب وما يقرب الفراش زوجته في نهار رمضان، لكنه ما عرف شنو الغاية المنشودة من شهر رمضان، فتراه أطلق العنان للسانه وجوارحه تفعل ما تشاء متى تشاء. يعني نعم صايم، هو صايم، لكن من الصباح إلى أذان المغرب هو يغتاب الناس، وفلان فيه وفلان ما فيه وفلان فعل وفلان عمل. شنو من صيام هذا؟ وسبحان الله قبل رمضان هو هذا فلان يغتاب الناس، وجاء رمضان هو وراح يطلع رمضان هو وهذا مو فاهم شنو الغاية اللي من رمضان. إخواني، رمضان له ثمرة منشودة ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة. قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى تحقق التقوى. فهذا اللي يقع في يعني أعراض الناس آناء الليل وأطراف النهار، شنو فائدة صيامه؟ والآخر نعم صائم بس يمشي بالنميمة، فلان تدري آخر أخبار شنو؟ فلان قال عنك كذا وكذا، فلان تدري، وتشوف تتطلق نساء بسبب هذا النمام اللي ما يخاف من الله عز وجل، وتتقطع أرحام، تتدمر عوائل، وتجد والله شوف فلان صايم الحمد لله. يا أخي شنو من صيام هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأكد على هذه الجزئية ويحذرنا أشد التحذير، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ما يحتاج. الإنسان اللي يعني انغمر في المعصية، شنو أنت صايم ونهار رمضان كله مسلسلات؟ شنو صايم وحاط السماعات واسمع أغاني؟ شنو صايم واغتاب الناس؟ والآخر يقع في أعراض الناس، يتكلم بأعراض الناس، نار، أعراض الناس نار، فلانة طويلة وفلانة قصيرة وفلانة فيها وفلانة ما فيها. ايش لك بهالمعمعة؟ أنت صايم يا أخي الغالي، أنت صايم. فهذا قسم رسب. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد والنسائي وغيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. ليش؟ لأنه الرجل صايم صح، لكن ما جاي يتقى الله عز وجل بصيامه، ما يتقى الله عز وجل بصيامه، ينظر إلى الأغاني وإلى الممثلات، وجعل من رمضان شهر مسلسلات. شنو من صيام هذا؟ شنو من رمضان هذا؟ فهذا القسم ينبغي أن ينتبه. الآن شوف نفسك، لقيت نفسك بهذا الخانة وبهذا الحقل، إذا لقيت اسمك بهذا الحقل فأقول لك ليس من الخطأ أن تخطئ، لأنك أنت ابن آدم وكل ابن آدم خطأ، لكن الخطأ كل الخطأ أنك تستمر على الخطأ. صحح من اليوم، صحح. رمضان يعني نجدد علاقتنا مع الله عز وجل. قسم آخر أيضا عندهم يعني كما يقال في التعبير الدارج خربطات بصيامهم. تشوفوا في نهار رمضان ما شاء الله ما يعلى عليه، صايم، صلاة، قرآن، لا ينظر إلى ما حرم الله، لا يتكلم بما حرم الله، وخوش صبر، خوش صبر. لأن ترى الصبر عن المعصية صبر شديد جدا، إنك ما تعصى الله عز وجل. لكن سبحان الله بمجرد ما أكل تمرات الإفطار نبتت له أنياب، ووقع للناس غيبة إلى العظم. ومجرد ما أفطر وأكل تمرات الإفطار مسلسلات،
وغانيات وممثلات. أخي رمضان فترة حتى تجدد التقوى. نهار رمضان وليل رمضان مطلوب تصوم رمضان وتقوم رمضان. يعني الإنسان بالنهار صيام وبالليل قيام وقراءة وكذا. مسألة بالنهار صيام وبالليل معاصي وذنوب وغيبة ودومينة وورق وما أعرف إيش، شنو من صيام هذا؟ فالإنسان ينتبه. يعني ما يصير أنت صايم ومن تفطر قم تغتاب الناس. أكبر جريمة بحق نفسك أنك تصوم وبعد الإفطار تهدي الصيام لغيرك. شلون؟ نعم، لأن أنت اغتابيت فلان ولا اعتذرت منه، فيوم القيامة تجي وإذا صيامك بصحيفة غيرك، يا ربي سلم. ليش؟ المطلوب تأدي هذه. يعني الكلام اللي تقوله بعض الناس ما يروح سدى، يعني بالتعبير الدارج ما يروح بكيس الإنسان. إما تعتذر وتستغفر الله عز وجل، وإما يأخذ من حسناتك. ما عندك حسنات هماكم مشكلة، من سيئات تجي عليك. فالإنسان يخاف. هذا القسم ينبغي أيضا أن يحذر. فأقول لك الآن، هل وجدت نفسك واسمك بهذا الخانة وبهذا الحقل؟ فإن قلت نعم فأقول لك بادر والحق نفسك قبل الغروب وقبل أن تغيب شمس العمر. عندها والله ما ينفع الندم. استفاد من جية رمضان. كم كان منا وفينا وبين أظهرنا أناس صاموا معنا العام الماضي وقاموا، واليوم وينهم؟ تحت التراب، تحت الجنادل. ما الله عز وجل ما قدر لهم نعمة. وصلت رمضان نعمة، حرامات تضيعه، حرامات تضيع رمضان وتهديه لغيرك. تصوم بالنهار وتغتاب غيرك بالليل، تصوم بالنهار ولعب ومسلسلات وأفلام. ما يصير. القسم الثالث الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، هم القسم الناجح الفقيه اللي عرف الله عز وجل شي يريد من الصيام. عرف أنه الغاية من الصيام هي تحقيق التقوى. فتراه الرجل نهار رمضان، ليل رمضان، قبل رمضان، بعد رمضان، نفس الشيء. تجيب طال الناس يقول لك أخي تركنا، من جعلك وكيل على الناس؟ ما يختاب. مشى بالنميمة يقول فلان اتق الله عز وجل، لا تمشي بالنميمة، لا تلوث قلوب على الناس، لا تقول لي فلان قال عنك كذا. يا أخي لا تصير عون للشيطان. إذا رأى إنسان جماعة انشغلوا بالأغاني والمسلسلات نصحهم، ما أنت تصحوا وقام راح، أنا بضاعتي تختلف عن بضاعتكم. وكما قيل الطيور على أشباه تقع. فهؤلاء الفطناء النبلاء العقلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم إلى الطيب من القول والعمل، وإلى لقاء متجدد بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلى حينها أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.